السلام عليكم. دخلت كلمة مكوعية أو مكوع بالمجتمع السوري والكل عارفها والكل فاهمها. يا جماعة لا أحد يزاود على أحد. الناس اللي كانت عند النظام كانت تحت القمع، تحت الظلم، تحت التشبيه، تحت جميع الظروف. انطبقت الكلمة مكوعية على شخصين، شخص بالغ المدح للنظام ونفاقه للنظام، وشخص كان خارج البلاد خارج سوريا وعنده مجال يسكت. هذا الشخص الأسوأ بالتشبيه هو الشخص اللي كان خارج البلاد وعنده مجال يسكت وما يجرح شعور الآخرين وشعور الناس اللي راح لها ضحايا. هو اللي كان برات سوريا. هذا ينطبق عليه جميع المواصفات. هو شبيح، نبيح، ذبيح، بلطجي، جميع، حتى تشجيعه للنظام يعتبر مشجع للجرائم، لأن المشجع يعتبر حتى هذا يعتبر مشارك بالجريمة. هذا ينطبق عليه هذا ينطبق عليه جميع المواصفات. اوصفه كما تشاء، شبيح، نبيح، ذبيح، مكوع، مركب ريوس، اوصف. أما الداخل كان تحت الظلم ولا أحد يزاود على أحد. وشكرا.